السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من مطبخ زمزم وبلال عشان ما يزعلش. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هيكون من كده من اوله ان شاء الله باذن الله. يا رب تشجعوا منه كده، ولو اول مره تشوفوني يا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه لو الفيديو عجبكم. بصوا هنا كنت لسه عامله معاكم الغرفه وكنت منضفاها يعني ومغيره السجاده وكده، فبنتي بقى ربنا يهديها لقيت لي عليها اللبن وكده، فاضطريت ان انا برضو شلتها ومسحتها زي ما شفتوا، وغيرت كمان السجاده. وهنا دخلت برضو على غرفة النوم فبرضو ظبطتها كده وغيرت الملاية علشان هم عندهم برد شديد، فلازم اغير الملاية كل يوم. لان طبعا انتوا عارفين الولاد لما بيناموا والرشح وكده فلازم تغيري الملاية، لو الولادك تعبانين تغير الملاية يعني. فالحمد لله ده كان الترويق العادي البسيط يعني. بعد كده دخلنا على الغدا بقى، رحت عملت كفته. طبعا انتوا عارفين الكفته رز، مكوناتها رز وخضره وكمون وملح وفلفل والتوابل يعني ونعناع. انا بحط فيها نعناع بتبقى جميله جدا، وكمان بتحطي فيها شويه مكرونه او لسان عصفور، ده بيديها بيخليها تبقى ماسكه وتبقى طعمها حلو يعني. بس الحمد لله بفضل الله عملتها بقى، وقعدت كده حطيت الحاجه في الصاله وقعدت صبعتها يعني. وطبعا ولادي قعدوا يقولوا ماما اعملي لنا كوره، وعملت لهم بقى شويه كور وشويه عادي صبعتها كده. وحمرتها بقى هنا خلاص، كنا كده حمرتها خلاص. وكمان عملت لها التسبيكه معاكم. طبعا انتوا عارفين التسبيكه عادي للبنات اللي لسه مبتدئين يعني في الطبيخ، البنات الصغيرين. هنحمر البصله كده، هنصفرها وبتخليها ذهبي يعني. بعد كده تحطي الطماطم وتحطي التوابل بتاعتك والملح. بس نصيحه مني ما تكتروش الملح في الاكل يعني، مش صحي. ما تكتريش التوابل كمان لان كتر التوابل ده مش كويس. حطي حاجات بسيطه وبلاش توابل ملهاش لازمه يعني. هو الملح والكمون والفلفل ما تزوديش عن كده. بس هنا بقى دخلت ده كنا اكلنا والحمد لله بفضل الله. وكلت يعني. وبعد كده بقى قلت اعمل للولاد شويه قرص كده بيحبوها بالعجوه. مكوناتها سهله خالص. جبت كيلو دقيق اي نوع بقى انت بتستخدميه، وجبت كوبايه نص كوبايه سمنه على زيت او زبده على زيت، وكوبايه حليب وكوبايه زبادي. وطبعا الخميره انا حطاها هنا عملت لها اختبار. برضو هتحطي ظرف خميره وهتحطيه في نص كوبايه ميه دافيه ومعلقه سكر، وهتحطي كمان رشه ملح على الدقيق. تمام. بس كده هنخلط بقى كل المكونات ديت وهنضربها كلها في العجان. لو انت ما عندكيش عجان عادي هتضربوها تعجنيها بايدك عادي. بس انا الحمد لله يعني، انتوا عارفين ان انا دراعي تعبني، فالموضوع العجان ده بيفرق معايا جدا وبيسهل لي طبعا كتير. لو كانتش العجانه انا ما كنتش اقدر اعجن خالص يعني. الحمد لله. المهم هنحط بقى كل المكونات دي، وهتحطي بقى اللبن حبه حبه. تمام. بس طبعا هيختلف بقى، ممكن معاكي ياخد مثلا كوبايه لبن ونص ميه، لو عايزه تحطي كله حليب مفيش مشكله، على حسب الدقيق بتاعك. تمام. انا خدت معايا كوبايه ونص. بس هنا كانت خمرت بقى، حطيتها تختمر كده في مكان دافي، وكانت ما شاء الله خمرت بقى وكانت حلوه. وكنت بقى قبل ما اختمرت كنت عملت العجوه. تمام. في ناس بتجيبها جاهزه يعني جاهزه. انا كان عندي بلح سيحته على على النار في الزبده كده، وهرسته بالشوكه وكورته زي ما انتم شايفين كده. تمام. بس هتعجني بقى، هتاخدي العجينه، هتعمليها كلها كور كده وتقطعيها كلها وتقرصيها وتحطيها وتغطيها عشان ما تنشفش كده، وتعمل على الوش طبقه. تمام. وهتفردي بقى العجينه كده زي ما انتم شايفين، وهتفردي كمان القرصه بتاع العجوه. هتفرديها برضو كده وتبططيها علشان القرصه كلها يبقى فيها عجوه من جوه، متبقاش فيها حته واحده يعني. بس كده زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بس وهتخليها كده وتعمليها، بس ما تخليهاش رقيقه يعني، ما ترفعهاش قوي علشان تطلع حلوه كده يعني، زي ما تشوفوها منفوشه كده وحلوه. بعد ما تعملوها بقى تعملوا كل الكميه كده مع بعض، هترصوها طبعا في الصينيه وتسيبوها كمان تختمر بتاع نص ساعه. انا اول حاجه صراحه عملتها لما صحيت ان انا عملت عجنت العجينه طبعا وركنتها على جنب، بحيث يعني يعني على طول ما تاخدش وقت، وابتديت فيها. تمام. ابتديت فيها وعملتها الاول طبعا، وبعد كده دخلت عملتها، قلت عشان تاخد مني وقت عملتها الاول، بعد كده دخلت بقى كملت الغدا. دي كان الصبح. طبعا انا جبت لكم فيديوهات يعني ورا بعض كده متتاليه بالترتيب يعني. بس كانت ده الصبح عشان انا يعني بتبقى الصبح كده وفطرنا بقى منها بتبقى حلوه يعني المعجنات الصبح، والولاد كمان بيحبوها يفطروا منها، فعملتها لهم يعني. بس انا كنت بقى كلها قرصتها وحطيتها لكم كده زي ما انتم شايفين في الصواني، وحطيتها وسبتها تختمر. وبعد كده شغلت الفرن بتاعي عادي، بتشغليه برضو على 180. وبس تخلي بالك منها لان ما بتاخدش وقت خالص، خلي بالكم منها عشان ما تتحرقش منكم وتتلسعش منكم يعني. وكل شويه تلفوا الصينيه تدوروها عشان كلها تطلع شكلها لون واحد يعني. بس كده زي ما انتم شايفين. انا بقول لكم المفرش ده بقى ما شاء الله، اللي ما تعرفيش تعملي دايره بقى تعملي تحددي على على نفس الدايره اللي في المفرش كده. عايزاها اكبر بيتزا بتسهل لك بقى لو انت بتطلعش معاكي الدوائر مظبوطه يعني. بس سهله خالص ما فيهاش اي حاجه، وجميله ومشبعه ومفيده ومغذيه للولاد كمان، عشان العجوه الولاد ما بيحبوش ياكلوا البلح كده، دخلوه لهم في القرص دي جميله جدا ما شاء الله يعني. بس زي ما انتم شايفين كنت اخدت لكم لقطه كده من الفرن. بصوا ما شاء الله اتنفخت ازاي، جميله ما شاء الله حلوه. وكل اللي دقاها والله قالوا لي عليها حلوه جدا. اعتبر الطريقه دي سهله، ما فيهاش مكونات كتيره، سهله خالص.
هنا كانت ما شاء الله، كنت اول صينيه طلعتها هي غامقه عن كده، بس مش عارفه ليه طالعه فاتحه في التصوير، بس كانت جميله. هنا كان ما شاء الله خلصت كل كميه، يعني عملتهم سويتهم كلهم وطالعين جمال ما شاء الله طريه. وزي ما انتوا عارفين اي معجنات بتطلع يا تغطيها بفوطه وتحطي عليها المشمع بتاع العجين ده، ايوه بيبقى جميل جدا، بيكتم السخونيه وبيخليها بقى طريه خالص من غير ما ترش عليها ميه. عايزه ترش عليها ميه رشه ميه وتغطيها برده بفوطه، هتبقى طريه برده، مش هتبقى طريه معاكي يعني. بس هنا كنت بوريكم ده بعجوه، اللي في الطبق واللي في الصينيه ده كنت لسه مطلعاه ده من غير عجوه، عشان بنتي عندي ما بتحبش العجوه، يعني ما بتحبهاش بالعجوه، بتاكلها ساده. بس هنا كنت بوريكم بصوا طريه ازاي جميله يعني ما شاء الله. بس ما تنسوش بقى اللايك لو انتوا وصلتوا في الفيديو لحد هنا، واشتراك في القناه عشان القناه بتاعتي عايزه تكبر نفسي تكبر ولسه ما كبرتش. فيا ريت، عفوا، فيا ريت بس ايه يعني ربنا يبارك لكم، تشجعوا بس تشجعوا مني كده وتشجعوني، عشان انا زي ما انتم شايفين لما بلاقيش فيه تفاعل والله في القناه بكسل خالص. فانا ما بنزلكوش اي فيديو يعني وخلاص، انا بحب انزل لكم حاجه تستفيدوا منها بس. فيا ريت بقى تشاركوني فيديوهاتي وتدعموني كده وتساعدوني وتقفوا معايا. ربنا يبارك لكم عشان عيلتنا تكبر. وزي ما انتم شايفين القرص والله جميله جدا، وزي ما انتم شايفين مكوناتها بسيطه خالص. فبس لو وصلتي بقى ما تنسوش اللايك، انتوا بتتفرجوا وتنسوا تحطوا اللايك، الله يبارك لكم لايك. لو انت مش قادره تكتبي اي تعليق اعملي لي قلب، اي ايموشن يعني، تمام. بس كده يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منه وتشجعتوا منه كده وبس. شكرا جدا ليكم ان انتوا يعني باخد من وقتكم تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، ربنا يبارك لكم يا رب، والله بدعي لكم ربنا يكرمكم ويرزقكم من فضله ان شاء الله باذن الله. وبس، وده كان الفيديو بتاعي النهارده وحبيت اشاركه معاكم. وبرده زي ما قلت لكم تشجعوني ربنا يبارك لكم، علشان زي ما انتم شايفين انا بطول في الفيديوهات، لان والله التصوير ده متعب جدا. يعني اللي بيصور وعنده قناه عارف ان التصوير ده متعب، متعب عشان تصوري كل لقطه وتصوري كل حاجه انت بتعمليها، حتى في الروتين في التنظيف وكده. الموضوع مش سهل زي ما انتوا فاكرين ان احنا نحط التليفون كده، لا ده انت لازم تحطي التليفون هنا وبتبقي قلقانه ان التليفون يقع. مثلا لو انت بتنضفي او بتعملي روتين او بتصوري في المطبخ واللي معاه اولاد كمان اطفال صغيرين كده زي، برضو الموضوع بيبقى صعب جدا والله. فطبعا احنا لازم عشان ربنا يكرمنا لازم نتعب، ما فيش حاجه بتيجي بالساهل، فاهماني؟ بس يعني حبيت بس اقول لكم ان الموضوع مش سهل والله. فياريت تدعموني بس وتشجعوني عشان ايه انزل فيديوهات كتير، انزل على طول. لو انتوا شجعتوني اللي في لقيت فيه تفاعل يعني وفي كده يعني في تفاعل على القناه، والله هنزل لكم ان شاء الله على طول بفضل الله ان شاء الله، يعني هنزل لكم فيديوهات على طول. فانا يعني مش بنزل كده مثلا بطول ولا حاجه تاثير مني، لا والله، بس الواحد بقى عنده محبط، مفيش تفاعل، بتعب وبقف واعمل، وانا بستفيد بالحاجه بس برضه ببقى بتمني ببقى بستنى منكم تشجيع. يعني هي اللايك دي بتنشر الفيديو، بتخلي ناس كتير يعني ناس كتير تروح له، فاهميني؟ ولو عملتوا لي برضو شير تشيروا لي الفيديو لاصحابكم، تشيروا لي على الفيس وتشيروا لي على الواتس، هيفرق جدا معايا. بس زي ما انتم شايفين بقى القرص هي ما شاء الله اللهم بارك بقول لكم حلوه. وكمان ان انت ما تعملي العجوه في الزبده على النار دي بتفرق خالص، بتخلي العجوه من جوه بتبقى طريه، يعني لما تيجي تاكليها ما تبقاش ناشفه، لا بتبقى طريه وكده بيبقى طعمها حلو. بس زي ما انتم شايفين بوريها لكم جوه. كمان الزبادي ده بيفرق، بيخلي العجينه فاتحه جدا، بيديها طراوه كمان من جوه بتبقى حلوه. ده كان الفيديو بتاعي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا جدا ليكم.